ميزة الرأس الشرقي الناس كتير ما تعرفش ان هو بيسكلي بيحرك كل عضلة في الجسم. طب انت شايفة في الفترة الحالية ليه الستات بقت بتتجه كتير جدا للتجميل؟ حد يقولك انت جميلة او انا هنا، هتبقى هي راضية عن نفسها. بالظبط. انا بقى هقول تأثيره النفسي عليا لان انا رقصت، فانا هقولك كلام رعشة. سؤال شوية عميق. وبتعيدي تاني وتوقفي وتعيدي تاني. كان الرقص بالنسبة لي بوابة بتبتدي خليني أتنفس. النهاردة حلقة مختلفة مع ضيفة مختلفة. رقم 1، احنا أصحاب من 2009 ونعرف بعض من 2009. دكتور رانيا، ازيك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. ازيك؟ أخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. أول حاجة طبعا لازم اللي هي سؤال العادي، سؤال الحلقة، ممكن تعرفيه عن نفسك؟ اوكي، أنا دكتور رانيا سالم. أنا health coach و aesthetic gynecology specialist، يعني أخصائي تجميل نسائي، و positive discipline educator. ده رقم 1. 2، لو هتعرفينا احنا عرفنا بعض من قد ايه بقى، واحكي للناس بقى احنا نعرف بعض من قد ايه. طبعا انا لسه برضو بقول انا صغيرة، وان شاء الله الشهر بعد الجاي هتم 20 سنة. يا ستي احنا نرجع ل 2009 لما انت كنتي ايقونة الليديز نايت، فان احنا كنتي بتيجي بتعلمينا how to belly dance for the fun of it. واكتشفنا ان هي بتبقى حلوة قوي لان حاجة بالنسبة لي private بس لينا، فكنا بنستمتع. وبصراحة كنت بتعلمينا الانطلاقة، فاحنا كانت بتبقى كل التلات بنجيلك. هي كانت مهندسين، فاحنا كنا بنجيلك من شرق الغرب نتلم كلنا نرقص معاكي. لا كانت ايام حلوة جدا بصراحة. ايوه. لا حلوة قوي. طيب قوليلي بقى طبيعة الرقص الشرقي ممكن تأثر في شخصية ازاي الست، خصوصا ان شغلك كله اكتريته يعني كتجميل مع ستات، هيلث مع ستات، ايه؟ اوكي، هناخدها سيكتور. لو بنتكلم على جسمها، لان دايما الست بيبقى مشكلتها او اول حاجة بتحصل لها الارم ان جسمها. ميزة الرأس الشرقي الناس كتير ما تعرفش ان هو بيسكلي بيحرك كل عضلة في الجسم. فبالتالي بيحصل بناء صحي او صحيح للعضله، وبتفضل فيرم شكلها توند. فدايما الست بتحس ان هي جسمها مشدود، واول ما تحس ان هي جسمها مشدود بينعكس على نفسيتها واحساسها بذاتها. دي مشكله كل ست لما بتنشغل تبقى مشاغل وكل الضغوطات بتنسيها نفسها. لو هنتكلم عن الجانب النفسي او كهيلث كوتش، في حاجة مهمة جدا احنا ما بيكونش عندنا فيها علم قوي، اللي هو الإحساس الذات الوعي بنفسي. لما أنا بقى هقول تأثيره النفسي عليا لأن أنا رقصت، فأنا هقولك إحساسي بنفسي وذاتي بدأ الليفل بتاعه يعلى كل ما برقص، لأن انت التكنيك بيعلى، احساسي بانوثتي بتعلى، الفيمينين انرجي بتعلى، فبحس انا. فده تأثيره اليومي عليا مثلا was perfect، لانه مع ضغوطات الحياة والمسؤوليات بتبقي عايزة تحسي ان انتي لسه سيدة جميلة، you're still wanted، you're still حلوة، روحك صغيرة. فده كان احد اسباب او احد حاجات انا لمستها في الرقص من ناحية السايكولوجي. تجميل نسائي دي ممكن نقول ان هي بتساعدني على انه لو حبينا نعمل بروسيجر معين او بروسيس معين، الجسم كل ما كان في وضعه الصحي بيبقى النتيجة بتبقى احسن. فكده انا tackled كل الحاجات. طب انت شايفة في الفترة الحالية ليه الستات بقت بتتجه كتير جدا للتجميل حتى لو حلوة؟ هقولك لان زي ما قلت لك كان احنا في عندنا حاجه اسمها سيلف ستيم. سيلف ستيم ده ان انا شخصيا من غير اي عوامل خارجيه احس ان انا او حاجه حلوه، ما استناش الفاليديشن او الناس بره. السوشيال ميديا طبعا هي اللي بتطلع الصوره المفروض ان احنا نبقى عليها،
فبالتالي انا لو ما قلدتهاش او ما وصلتلهاش يبقى انا ما بقتش السيده اللي هي الناس كلها تقول عليها سيده جميله. فده احد الاسباب. فانا شايفه انه قبل ما نعمل عمليه التجميل المفروض كل الناس تبقى عارفه تدور على جمالها الجوهري اللي من جوه. الرقص بيزود ده، لان انا بعمل حاجه قليل قوي اللي بيعملها باتقان. في ناس كتير قوي بترقص من كل جنسيات العالم، بس زي ما انت كنت دايما بتعرفينا في الكلاس انوثتك. انت بتركزي على التكنيك، بس دايما كنت حريصه ان احنا نعلي انوثتنا which is feminine energy. وكل ما الست الانرجي feminine بتاعتها زادت مش هتحتاج تعمل تجميل اصلا، لان هي بتحس بنفسها. اوكي طيب، حاسه ان احنا دلوقتي بقت يعني انا يعني ممكن هل ده الاحساس برضو وصل لك زي ان بقينا في مرحله خطر جامد جدا في التجميل؟ بقينا الناس بقت بتبوظ نفسها او بتبوظ شكلها. يس، لانه احنا ماشيين ورا الترند. فالترند بيقول مثلا الشكل ده هو اللي هيبقى معناها ان انا مارلين مونرو مثلا، لو هناخدها مثلا كان اكزامبل، فانا لازم اعمل 1 2 3. فاحنا بنفولو على طول السوشيال ميديا والترند، فاحنا تايهين. وبنوصل لدرجه ان انا بحس ان الستات بتغير شكلها درجه انت ممكن ما تعرفيش شكلك ده مين او احساسك هو ده انا فعلا. فده طبعا خطر جدا. اوكي، ايه الحاجه اللي انت حاسه ان الستات دلوقتي محتاجين ان هي تشتغل عليها او تعملها او تغير في شخصيتها، او تدخل، ممكن نقول بشكل تاني، تدخل روتين جديد في حياتها يفيدها؟ بصي عايشة، احنا كهيلث كوتش بنتعلم السيركل اوف لايف. فالسيركل اوف لايف ده الروتين اليومي بتاعي. فانا لو ركزت ان انا بغذي عقلي وبغذي روحي وبغذي جسمي بالحاجات الروتينية يوميا، هحس ان انا productive انا ليا بصمتي، من حيث بقى اكلها، شربها، نومها، رياضتها زي الدانسينج. وانا بحفز الدانسينج لانه بيلعب على حاجتين، الجسم واحساسها بذاتها، فانا سايكولوجيكال وفتنس في نفس الوقت. الاكل اللي احنا بناكله، طبيعه الشغل، وازاي ان انا ما اخليش ان الحاجات تاثر عليا زي ستريس مانجمنت. فهي بتبقى حاجات صغيره جدا، بس لو بصيتي على الحصيله في الاخر اليوم هتلاقي حصيلتك عاليه جدا. فمش هتحتاجي ان انت تستني انه حد يقولك انت جميله او انا هنا. هتبقى هي راضيه عن نفسها. بالظبط، لان ده كل العوامل دي بتزود او بتحفز نفسيه الست. ونفسيه الست عباره عن feminine energy. فكل ما بتعلى عندك كل ما بتحسي قد ايه انت مهمه لنفسك، وده اللي بيحرك كل حاجه حواليك. طب ايه اللي خلى دلوقتي ان بيوصل الست ان هي تبقى مهزوزه لدرجه ان هي توصل لده؟ اوكي سؤال شويه عميق. بس هنتكلم عن المناخ. المحيط دايما البني ادم اللي بيتحط فيه بيأثر عليه بنسبه 70%. المحيط ده ممكن يبقى البيت، المشاكل الزوجيه، مشاكل الاهالي، المشاكل العمل نفسه. فبالتالي كل ما بيجي لنا صدمه لو ما عرفناش نتعامل معاها بتدي اثر سلبي علينا. فبالتالي لازم ادور على الاجابه دي بالنسبه لي انا حلوه، انا مهمه. فلو ما عرفتش احل مشكلتي بتدوري على اي حاجه تانية، زي فكره الترند اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها. عمليه التجميل ظاهرين انا تمام، بس هل فعليا انت من جوه مرتاحه او مبسوطه؟ فبالتالي بحاول اقول للناس كتير انه لما يحصل تروما او مشكله، تروما دي ممكن تبقى مشكله في الشغل، ازاي تتعاملي معاها من غير ما تلمس وجدانيتك. هي دي مشكله بس ملهاش دعوه بيكي كشخص. فبالتالي لو بدأنا نمرن نفسنا بمعطيات، بإدراكنا الواعي ان احنا نقرأ شوية او نتعامل مع كوتشز او نتعامل حتى مع انستراكتور، بيزود لنا معرفتنا بنفسنا. فانا مثلا هاخد نفسي كمثال. انا لما رجعت لما دورت عليكي وقلت لك عيشة الحقيني، خدت الرقص ده ثيرابي. لانه ممكن مش كل الناس عندها القدره ان هي تعرف ان هي فين مشكلتها. من ضغوطات الحياه بتحس ان انت كوبايتك مليانه فبتبقيش عارفه. فالرقص كان بوابه ان انا ابتدي اقلل الليفل اوف ستريس في جسمي وفي عقلي، واعرف ايه الحاجات اللي مضايقاني عشان اعرف احلها. كان الرقص بالنسبه لي بوابه بتبتدي خليني اتنفس، لان اوتوماتيكلي الساعتين اللي احنا بنقعد معاهم بما انك very strict و very firm ولازم نبقى في ميعادنا، فانت بتحطينا في هيئه ان احنا نفصل عن كل حاجه في حياتنا عشان اعرف اصلا اطلع
الاتقان في الرأس. فده ساعدني ان انا اقلل الستريس، فابتدي اشوف هو في ايه، احل ازاي، اعمل ايه. وبحس ان كلنا كونكتد، يعني انا محتاجه عيشه محتاجه رانيا، وهكذا، عشان كل واحد يعمل البروبر بازل او النهايه اللي تخليني راضيه عن نفسي. شايفه دور الرياضه والرقص في حياه الست نفسيا وجسديا، كتجميل كمان وكصحه، شايفاه ايه؟ هناخدها ان هما بالترتيب، بس هما باكج. الرقص والرياضه بالنسبه لي الاتنين بيكملوا بعض. بمعنى ان دلوقتي انا لو برقص فانا مبسوطه، فنفسيتي كويسه، الدوبامين والسيروتونين اللي هو هرمون السعاده بيخليني عندي اشتياق ان انا اجري. في الرياضه انا جسمي بيتشد، فانا ببص على نفسي من المرايه مبسوطه جدا. نفسيا برضو ان انا اتقن حاجه انا ما كنتش بعرف اعملها بيزود ثقتي في نفسي واحساسي بذاتي، فبكمل. هو مش هيبقى منحصر على الكلاس بتاع الرقص، بالعكس هيبقى عندي القدره ان انا اعمل حاجات كتيره قوي بره، لانه اللي فاكر او اللي فاهم ان الرقص الشرقي حاجه سهله، فهو مش فاهم حاجه خالص. ده حقيقي، لانه هو اتقان التفاصيل جوه التفاصيل. يعني الرقص بيختلف من بيجي من اول السمع. لو مش عارف تسمع كويس فانت مش هتتقن الاحساس، فالاحساس مش هيدي اداء. ده لوحده معادله صعبه جدا. فالست لما بتتقن سيكونس، ما ينفعش حاجه تيجي قبل حاجه او حاجه بعد حاجه، بتبتدي دايما لخبطه، نسمع صوتك ستوب يعني يلا نبتدي تاني. فالفكره دي ان انا يبقى عندي الاتقان، يبقى عندي التيونينج، ان انا اعرف اعمل الحاجات دي وفي الاخر تطلع زي ما بيقولوا رسمه جميله او احساس جميل، بيساعدني انا ان انا في يوميتي ان انا ابقى productive، احس ان انا جميله، فنفسيتي بتبقى جميله. وخلينا متفقين ان الست عمود، احساسها بنفسها بيطفي على، يعني بيغذي اللي حواليها، لان هي بتبقى ام، بتبقى اخت، بتبقى زوجه، بتبقى سيده اعمال، وهي دايما بطبيعتنا ان احنا جيفرز. فلو انا مش عارفه املى كاسي سعاده اللي هو من الرأس، بالذات الرأس، مش هعرف ابقى بنتج حواليا ولا لنفسي ولا اللي حواليا. فده اهميته بالنسبه لي. وبالنسبه للتجميل، انا والله شايفه ان لو احنا بنرقص belly dancing specifically بسيكونس معين، انا مش هحتاج ان انا اروح تجميل، لانه وخصوصا لو حافظتي على جسمك واكلك طبعا والاكل بقى هيلثي، لا جسمك طبعا الشيب بتاعته والفورمه هتبقي كمان صحيا، قلبك كويس، جسمك كويس، طبعا ده هيبقى حلو جدا، ومودك كويس طبعا، وهنام كويس. والنوم طبعا ميزان رهيب، مش هحسه غير لما طاقتي السلبيه اللي جوايا تطلع. والرقص بيساعد ان الطاقه السلبيه تطلع تماما، لان انا بحس ايه ده انا بعرف اعمل حاجه ما حدش بيعرف يعملها. اللي بيقول هايف مثلا، لا طبعا، لانه هي فعلا دراسه بس بالاحساس، فهي الناس مش مدركه مدى عمقها. هاخد من كلامك اللي فات، انا عجبني جامد جدا جمله ايه، وبتعيدي تاني وتوقفي وتعيدي تاني. انا معجبه جدا بقى بالجمله دي. انا بوقف وبعيد تاني، لا انا بوقف اول ما بلاقي الدنيا ملخبطه، ما هذا، ما انتم بتعملوا ايه، انتوا شايفيني. قوليلي ميزه الكورس وميزه كانستراكتور، وحسيتي بايه جوه الكورس؟ عجبني ان هو جايب التدريج، فهي رحله طويله، فهو نوع من انواع الكوميتمنت. فانا لما اخشه انا عندي سكه طويله وسكه استمتاع، وبتدينا جديه الموقف او جديه الكورس. هي مش درس كلاس، مش بالي دانسينج كلاس وماشيه يعني. الحاجه التانية، انتي في الكلاس اديتينا انطباع اللي ما يعرفكيش انه انا جايه خلاص هرقص وامشي. لا، احنا زي كتيبه جيش، احنا داخلين في ميعاد، فاحنا هنلتزم، فاحنا هنحترم. بتعليمين السلف ديسيبلين، ان احنا ندي للمكان حقه والكلاس حقه. دي حاجة اتعلمتها. الحاجة التانية انتي شديدة جدا في التصرفات، صوتك طبعا بيجيب اخر الدنيا لو محدش سمع الكلام. رعشة في حد ذاتها بتدينا البوزيتيف انرجي ان احنا قادرين. انتي ما فيش مرة اديتينا انطباع، لان احنا بنبص عليكي كرول موديل. فاللي هو الفكرة ايه ده، هو احنا هنعرف نعمل اللي عيشة بتعمله؟ انتي عمرك ما حسستينا ان احنا ما نقدرش.
فده بيدينا برضو positive energy و self confidence وده انا عندي حاجة ايه ده انا هوصل للليفل ده وما شاء الله الله اكبر يعني الليفل بتاعك يعني صعب قوي ان حد يوصل له بس بتدينا الموتيف. انا بالنسبة لي من هنا بقول لك كل ست تقدر تاخد كلاس الرقص ده هتتبسط بكل حاجة وهتتعلم أهميتها وهتلمس في نفسها أنوثتها وإن هي تقدر لأنه ده اللي عمله معايا أنا فأنا بقوله عن ناتج experience يعني. طيب تحبي تقولي للستات إيه خصوصا إن أنتي كلايف كوتش إيه دلوقتي المشاكل اللي ظاهرة قوي وحاسة إن في ناس كتيرة قوي بتيجي بالمشاكل دي فحاسة إن إيه ده في حاجة مشكلة كبيرة بقت في المجتمع ولو هنتكلمها أكتر في الستات. هقولك المشكلة هي مش مسألة على هو الضغوطات اللي حوالينا بدأت تبقى سريعة والريتم بتاعها عالي والصراع مين يبقى أحسن ومين يبقى ده بقى عالي جدا فده بيأثر وده بنلاقيه في مدارس عيالنا في مدارس فده بيأثر عليهم في البيت الأهالي الكابلز وهكذا. بحس إن مهم جدا إن أنا بقى كهيلث كوتش بقول لأي ست ركزي على اللايف سايكل بتاعك ان انتي في حاجات هتعمليها يوميا عشان ده ممكن تبقى خطوات قليلة بس هتثمر بعد كده لان مثلا موضوع السترس بقى رهيب لانه كل حاجة بقت سريعة فانا بحس بضغط فكرة ان انا لازم اعمل كل حاجة لوحدي والاندبندنسي وانا سترونج لا طبعا انا ضد الفكرة دي. احنا اعرفي انتي قدراتك ايه وحطي حدود صحية للطرف التاني وتعرفي ازاي خد وهات زي مثلا انا وانتي انا ما اقدرش ابقى انستراكتور او I cannot belly dance من غيرك والعكس صحيح في حاجات معينة فهو مش لازم نتعلم ان احنا بنسند على بعض بس الاول تبقي عارفة انتي مين فانتي ركزي الاول على السيركل بتاعتك الكنترول يومك يبقى ازاي بتعملي كل اللي عليكي والحاجات اللي انتي بتحبيها لازم يبقى في حاجة تخصك انتي يعني انا هخرج من يعني من كلامك بجمله ان حقيقي بجد اللي بيبقى عنده مشاكل كتيره جدا محتاجه اول حاجه تقعدي مع نفسك وتحلي مشاكلك انتي الشخصيه قبل ما تحلي المشاكل اللي حواليك اللي بتاعت ابنك وبتاعت جوزك وبتاعت حماتك وبتاعت مامتك وبتاعت اخواتك. اول حاجه لازم تحليها انتي احتياجاتك انتي تلبيها الاول بعد كده هتعرفي تلبي كل اللي حواليكي وتحلي حتى مشاكل اللي حواليكي لو ان انتي محطوطه في موقف ان هو لازم ده حقيقي لان انت لو ما حلتيش اللي جواكي دايما هيبقى المعطيات سلبيه فمشاكل هتزيد فبتبقى احنا بنسميها حلقه سرطانيه مفيش حاجه هتتحل لان انا مش قادره المس حياتي ومش قادره احس بنفسي حاسه ان انا مضغوطه حاسه ان انا ما بقتش كويسه ما بقتش مهمه ونسمع كلمه من هنا اسمع كلمه من هنا الاقي فالدنيا بتبقى عامله زي متطبقه فوق راسي ما بقاش حاسه باحساسي كبني ادم فبالتالي لا انت دايره التحكم بتاعتك هي نفسك ومنها بتعرفي توزعي اللي تقدري توزعيه او تديه للطرف السيركل التانية اللي هي مثلا اهلك صحابك شغلك وهكذا فلازم تبتدي بيكي. طيب انا مش هينفع اتكلم مع حد او ما اروحش لحد ده توتالي غلط او احنا ربنا ما خلقناش كده غير ان احنا نساعد بعض ومسخرين لبعض انتي بتساعديني انا بساعدك وما اقدرش الغي بالنسبه لي انا مثلا البالي دانسينج من حياتي لان هو عمل لي افكت انا اللي لمساه في حياتي بيني وبين بنتي فلا احنا بس محتاجين نفهم قدرات بعض ومساحات بعض عشان نعرف نعيش. يعني انا كان عندي لسه مثل الاسبوع اللي فات ان جت حضرت كلاينت حضرت كلاس ساعه وجت على نص ساعه بتاعه الاسترتشنج اللي هي اهم حاجه مش عارفه احضرها ولا انا هتاخر لا الولاد لا اصلا قاعدين مع جوزي وهو هيزهق ولا لا لا ومش عارفه ايه قلت لها لا هو مفروض هو يحترم ان انت ساعه ونص انت جايه فيها بتعملي حاجه لنفسك والاسترتشنج ده هو ده المهم. قلت لها احنا صح. بنحمي نفسك لان الناس برضو ما تبقاش فاهمه يعني ايه ستريتش يعني ايه فلكسبيليتي اهميتها انت بتحافظي على نفسك ان انت ما يجيلكيش اصابات صح. جسمك بيبقى مفرود انت ما بيجيلكيش كرامبات انت حركتك سهله هو دي ليه يا جماعه هي ده عشان انا باخد كل اسبوع ساعه فلكسبيليتي نص ساعه في كل مره فده بيفرق في جسمك وقفتك قعدتك حركتك فده انا قلت لها لا لدرجه ان انا قفلت الباب قلت لها انا قاعده بره مش هتخرجي ايوه صح قلت لها بتعملي معاها كده بالظبط يعني اللي هو لا
يعني الناس برضو ساعات بتقفل على نفسها في لوب اللي هو ايه البيت الشغل، لا انا ما عنديش وقت حتى في البراكتس. يعني انا حقيقي بجد بتضايق قوي لما اخر كورس وتبقى الناس احس ان هي ايه، لا الناس دي كانت المفروض تبقى احسن عشان فيش براكتس. دايما تقولك ايه، لا انا ما عنديش 5 دقايق او 10 دقايق ان انا اشتغلهم في البيت. ده هي اغنيه واحده او اغنيتين في اليوم يفرقوا معاكي جامد جدا، يفرقوا في مودك، هيفرقوا في البراكتس بتاعك، في جسمك، في ليونتك، ونفسيا قبل الليونه كمان نفسيا هتفرق معاكي جامد قوي. أيوة قوي صح. ما هي دي فكره ان في ستات مش شايفين ان هم عندهم حق الاستحقاق. انا من حقي ابقى يبقى ليا وقت. دي بتبقى محتاجه ان هي تخلي حد يساعدها which is fine. ان احنا بنحط حدود، انتي تقدري تعملي ايه ما تعمليش ايه. طب ايه رأيك ندخل الدانس تشوف تأثيره ايه، بنتكلم بنعمل ريفلكشنز على معتقداتك وافكارك عن نفسك. فهي بتبقى الست اللي هي مش شايفة ان هي من حقها لان هي لازم تروح للولاد تغسل تطبخ، جوزي هيزعق لي، ما هو خلينا ننزل بالعافية وهكذا. او دي بتبقى محتاجة تعرف حدودها او استحقاقها في الحياة. من ضمنها الساعة ونص اللي احنا بنحضرها. بالدليل ان احنا مثلا لما بيرن التليفون انت بتولعي الدنيا سايلنت، محدش يتكلم من كتر ما انت عايزانا نبقى fully focused. يعني ده حقيقي. بس خليني هقطعك معلش انا اسفه. اصل في نقطه، انت ساعات بيبقى البيت بيكلمك 3-4 مرات او الشغل بشكل هستيري، انت مش مركزه، ولا انت مركزه معايا، ولا انت مبسوطه، ولا انت عارفه ان انت كنت تبقي هناك فيبقى افضل لك. فانت ما بين الاتنين، فاللي هو ايه، فاللي هو لا 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 لا، احنا شويه كده بريك كده للبيت، شويه كده بريك للشغل، كل حاجه زي ما هي هتفضل، الدنيا مش هتخرب في 1.5 ساعة. بس انت ركزي في الوقت بتاعك اللي هي 1.5 ساعة وبعد كده روحي. ده حقيقي. مش محتاجه منك اكتر من كده. انا كنت بادئه كده وبعد كده بقيت اقول وانا رايحه بنتي اسمها ليلى، اقول لها ليلى انا رايحه الدانسينج كلاس بليز ما تكلمنيش عشان ماي انستراكتور بتزعق، عشان اقول لها عشان انا اللي فعلا لان انا كنت في الاول ما كنتش عارفه اخش لسه اللوب دي اللي هو الديسيبلين ده، وابقى اوكي هرد وبتاع. لقيت نفسي لا ببسط ولا اتعلمت حاجه وبتشتت. ففعلا اللي انت بتقولي لو ما وبعد كده قلت لنفسي هو ايه اللي هيحصل بعد 1.5 ساعة هنتكلم ونشوف. ومفيش حاجه اللي هي الحاجه الكبيره الخطيره اللي هي للدرجه، هي بتبقى حاجات كلها بسيطه اللي هو ممكن اشرب ميه. أيوة. لا 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 عشان اللي بيبقى المحيط اللي حوالين الست مش متعود ان هي بتعمل حاجه لنفسها، لان هي ما علمتهمش ان انا ليا الحقيه ان انا اكل اكل بحبه وبنام في الوقت اللي انا عايزاه، اروح اعمل 1.5 ساعة بالي دانسينج. بتبقى المشكله او بتبقى الاوبستكل جايه مني انا ان انا مش شايفه انه ده من حقي. فدي كانت مهمه قوي، لازم كل ست تفهمها لان هي بتعلمها للجيل اللي وراه. حلو قوي. طب لو هنبدا جمله بالرقص الشرقي، هتقولي الرقص الشرقي ايه؟ اوكي، الرقص الشرقي بالنسبه لي غذاء الروح الست اللي بيخليها تحس ان هي ملكه وقتها، لانه مفيش حته في جسمك ما بتتفاعلش معاه. ده في الجسم مفيش حته بروحك ما بتحسش بيه، من ناحيه الانوثه، من ناحيه الدلع، من ناحيه ان انا ايه ده انا عندي دي قدراتي كست. فده بالنسبه لي الرقص الشرقي. برضو بالنسبه لي بيبقى الرقص الشرقي ثيرابي، لانه بيديني طبطبه كده من غير ما نقعد يعني من غير ما نقعد نهيتي. هو بيطبطب عليا باحساسي ايه ده انا مبسوطه، ده انا فرحانه. ممكن يبقى الرقص الشرقي برضو هرمون السعاده بالنسبه لاي ست طبعا. ده مهم جدا لان احنا بنبقى محتاجينه طول اليوم. عشان كده بتحب اغنيه روقان قوي. حبها جدا، من اهم الاغاني اللي بتحبها اغنيه روقان قوي. دي حقيقه بجد. ميرسي جدا جدا، لقاء تحفه يجنن، حلو قوي قوي، وثانك يو. مش عارفه اقول لك يعني قد ايه بعتز طبعا رقم 1 بصداقتك، وقد ايه بعتز طبعا ان بيفرق معايا قوي لما حد يبقى بيرقص معايا من زمان، وبقالنا يعني فوق عن 10 سنين نعرف بعض وكده. هنحاول يعني نتغاضى عن الوقت، هنحاول نتغاضى يا جماعة الوقت. أنا لسه بعد كام شهر 20 سنة بس ده بالنسبة لي حلو قوي، إن بجد يعني
بيفرق معايا نفسيا، وببقى فخورة بنفسي ان انا بعمل حاجة حلوة وحاجة بتفرق في شخصيات الناس وحاجة بتفرق في نفسيتهم. وان ازاي الواحد لما بيحترم حقيقي شغله وبيحترمه وبيحترم الناس، ده بيقدم، وبيحترم الفن ده بيقدم حاجة بجد حلوة قوي. لا انا هضيف لك بس حاجه عنك انت. هو انت مش بس بتحترمي شغلك، انت بتعشقيه. فده وصل لنا انا كستودنت، هرد على ماي تيتشر. انت وصلت لنا قد ايه الرأس الشرقي ليه احترامه، ليه وضعه. ولو مش هحبه او هخلص له انا مش هعرف انتج. انا ما كنتش هعرف الاحاسيس دي كلها لو ما كنتش دخلتي معاكي الكلاس وشفت ده كله. فلا يعني بصراحة انتي very effective ومهمة جدا في حياتنا. وجود لك. ثانك يو ميرسي يا دكتور. ميرسي جدا بنتي حبيبتي دكتورة رانيا. ثانك يو بنتها. ماما الفنية طبعا. اتشرفت بيكي. ثانك يو.